لمتين انا هعيش حياتي وايامي خايف اخطط لمستقبلي عشان بلدي ما ضامن انه يكون امن اسبوعين ولا 3 قدام. يو السلام عليكم ورحمة الله. انا محمد قسم الله هنا قسم الشو فيديو جديد. انا لما اجي اتكلم عن نفسي انا جاي شايل كلام ورسائل بتاعت ناس بكلام حابين يقولوه لكن كاتمينه في نفسهم. انا بقيت بنوم خايف، بصحى خايف، باكل خايف عشان شايف عداد عمري جاري قدامي وانا واقف في حتاتي ما بتحرك. ما عشان انا بليده وفاشل يا ريت لو كنت بليده وفاشل، ده كله عشان متمسك ببلدي واخواني واصحابي ما عايز افوت اخليهم. 200 انا مدى تخطيطي يفوت مرحله الجامعه، وصل مرحله بيكون قاعد مع صاحبي اقول له يا فرده انا دا امشي اقدم في الشركه الفلانيه عشان اقدر اتعلم الشغل ويكون عندي خبره وافتح شركتي الخاصه والبيزنس بتاعي الخاص بشهادتي بعد قريت في الجامعه 10 سنه. جينا ده كله علق في مرحلة واحدة وكله ما تحاول تصل نهاية المرحلة وهنداك الصور ده تنط عشان تخلص من المرحلة دي بتقع وتكسر رقبتك وتعيد من الأول. في ناس حاليا الجامعة دي بالنسبة لهم رفاهيات، وده عبارة عن زول عنده قروش وداير يرفع عن نفسه. انت فاهم احنا وصلنا يا مرحلة. استغفر الله. الدراسة بقت عندها رفاهيات وما قاعد حتى في لستة بتاعت أهم 10 أولويات في حياة أي شاب فين. انت فاهم؟ في اهم 10 اولويات عندك في لستتك ما قاعده في معظم الشباب الليله. انت فاهم حجم المصيبه اللي احنا واقعين فيها في البلد دي؟ احنا خلينا بجامعتنا دي. انت فاهم انه الناس دي كلها بقت خايفه تعمل اي حاجه لمستقبلها من شغل او زواج او اي حاجه، لانه باختصار وبكل انكسار بيقول لك ما في مستقبل في بلدي. ما مستقبل يعني انا ما ضامن اعيش واربي ولد جبته للدنيا دي حيتمرمط فيها وحيتعب ويشقى وحيكرهني في يوم من الايام. ما في مستقبل يعني كل المصاريف وكل اللي وراي واللي قدامي اللي بعته عشان افتح بيه المشروع بتاعي الخاص ممكن يروح في ثانيه عشان فؤاد هفت لي ويحكم البلد. وبعد ده يحصل ما اظن انه في زول حيكون حابب انه يكمل ساعه واحده في الدنيا تاني. دنيتنا يا جماعه بقت صعبه جدا ولا تطاق. بجد بخاف انصح زول لانه حاليا كل الخيارات المطروحه بتحسبها لا دي مش صح. وباختصار حاليا بقى ما في حاجه صح. اتكل على الكريم بس واعمل اللي عايزه. الحمد لله بس يا رب العالمين. ربنا يصلح حالنا ان شاء الله ويصلح حال البلد، ويا رب العالمين ما تضطرنا في يوم من الايام انه نخلي بلدنا ونخلي اصحابنا ونخلي ارضنا ان شاء الله يا رب العالمين. في اخر الفيديو صراحه يعني انا ده كلام يكون مكبوت فيني، يعني كتبته بس لانه انا ما قادر صراحه. يعني الفتره فاتت دي كانت ضيقه علينا كلنا زي ما انتم عارفين، فالحمد لله بس يا رب ربنا يصلح حالنا ان شاء الله. نتلاقى الاسبوع الجاي ان شاء الله. كان معكم محمد قسم الله هنا قسم الشو. السلام عليكم.